أسمحك فقط لأني سأنقل لك قصة أو جزء من قصص قد حدثوا معك ورواهم لي بعض المرضى وبعض الذين شهدوا على هذه المواقف اللي كانوا يعالجوا عندك المصابين بالسرطان. كانوا لما ينوضوا يلقاو أظرفة فيهم أنفلوب فيها الدراهم تحت المخدة. الأشياء هذه هي واحد يعملها لله، يعني واحد يحس روحه هذه من مهمة الطبيب. على قلت لك بعض المرات كي تبقى مع المريض أنه هو يبكي وأنت تبكي معاه، تبكي لحالته، لأنك دومونديه مثلا باش تقول له روح دير سكانير وما يديروش، صعب على الطبيب. يقول لك ما عنديش، ولا مثلا تقول له باللي لازم تجي كل شهر ولا كل شهرين، ما عندوش المبلغ اللي يجيبه. يعني الإنسان قبل ما يكون إنسان وقبل ما يكون طبيب هو إنسان، لازم يخمم في هذا. وثان يعني ما هيش هذه أموال ثان اللي واحد يمدها، ولا هنالك بعض المرات خاصة حتى ناس الخير، يعني الناس وشنو الشيء الإيجابي في الجزائري أنه مولا خير. يعني صراحة بروفيسور كانوا يعطوك الناس ولا كنت تجيب من مالك؟ تختلف حسب الحالة حسب كذا، يعني هذه أشياء واحد يخليها لربي. يعني حتى الإنسان كي يدير الخير يخليه لعله كما نقولوا حنايا ميزة بينه وبين ربي اللي إن شاء الله ربي يحفظنا بها في المستقبل. صعب جدا لما يجيك مريض تقول له دير سكانر يقول لك ما عندكش. أكيد صعيب، ماشي أصعب شيء نهار اللي ماناش نهضوا على راديو ثيرابي اللي تكفر اللي تكون كثير، يعني المبلغ تاعها كثير وتطلبوا من المريض وما ينجمش يديروا. بعض المرات نهار اللي الدومون ديالو يعني حاجه اللي تكلف 10,000 دينار يعني مليون والمريض ما ينجمش يديرها، ولا المريض كيقول لك جاي من الجرفه ولا من عين دفله ولا مشلف ويقول لك ما عنديش حتى المبلغ اللي نجيب به السياره. هذه كلها اشياء تاثر في الانسان قبل ما يكون طبيب، يعني كإنسان يتأثر بها، لأن مواقف إنسانية وإحنا رانا هنا باش يعني وهنالك يعني حتى الأطباء اللي معايا يعني بعض المرات نصيبوا نوجدهم بدون ما يقولوا لي ولا يكونوا مريض يوجدوا له مبلغ ولا يمدوه له. يعني هذه من عادات الجزائريين ومن عاداتنا كمسلمين. طيب بروفيسور، حسب ما ورد في ردك الآن فأنت لا تريد الشكر لأنك أصلا رفضت أن تفصل أكثر في قصة منحك لأظرفة مالية تحت المخايط على المرضى اللي كنت تعالج فيهم، وأنت تنتظر الشكر والجزاء من عند ربي سبحانه. لكن هذا لا يمنعنا من أن نقدم لك الشكر وأن نقدم لك التحية على هذا العمل الإنساني الذي لست مطالبا به، لكن الإنسانية ومعدن الإنسان هو الذي يدفعه نحو تقديم هذه الإعانات والمساعدات التي مهما كانت قيمتها فتبقى كبيرة جدا. شكرا لك بروفيسور، شكرا.